نجم حازم سمير، بنرحب بحضرتك في موقع ستارز اونلاين وبنقول لك الف مبروك على النجاح الكبير اللي حققه مسلسل هبه رجل الغراب بالجزئين الاول والثاني. الله يبارك فيك. هل كنت متوقع كل هذا النجاح من شخصيه ادهم النشواتي والمسلسل؟ ما اعتقدش حد فينا كان متوقع حجم النجاح ده. الحمد لله ده فضل من ربنا ونعمه. يعني كلنا طبعا كان في ناس مننا عندها توقع من النجاح، كان في ناس بتامل في النجاح. انا عن نفسي كنت ما بفكرش في القصه دي، لان بفكر في دوري في شغلي في مواعيدي في تركيزي في الشخصيه، والباقي ده عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب شخصيه ادهم النشواتي لما اتعرضت لحضرتك اول ما فكرت فيها ازاي؟ والمخرج او مجموعه من المخرجين الحقيقه اضافوا ايه او يعني صيغتوا الشخصيه ازاي؟ بص، هو ادهم النشواتي اول ما شفت الورق ادهم شخصيه مستفزه، لانه انت عندك طبعا في كل التناقضات اللي موجوده في الدنيا، في الطيبه وفي الشر، في النداله وفي الضمير، في الذكاء وفي الغباء. فدي شخصيه ثريه جدا. وطبعا مع طول الاحداث ومع دقه الاحداث، لان انت بتقعد 4 ايام 24 ساعه، يعني هم عباره عن 4 أو 5 حلقات. اليوم قصدي بيقعد 4 أو 5 حلقات، تلاقي 3 4 حلقات عباره عن نفس اليوم. فنفس معنى كده ان انت في احداث كتير جدا بتحصل في اليوم ده. عنده فريده وعلاقته بفريده، عنده هبه وعلاقته بهبه، عنده البيزنس. التناقضات دي كلها حمستني جدا ان انا اعمل الشخصيه دي، لان انا شفت ان هي شخصيه مركبه جدا وصعبه جدا. بالنسبه للاخراج، انا طبعا بدين بفضل كبير جدا الاستاذ ياسر زايد. الاستاذ ياسر هو اللي ابتدى معانا، وبالتالي هو اللي اسس الشخصيات، هو اللي اشتغل معايا انا عن نفسي على الشخصيه، عمل اضافات معينه اللي هي تساعد ادهم ان الجنونه بتاعته تطلع في اوقات معينه. التناقضات بتاعته جوه المشهد الواحد ازاي ناكدها، ازاي نعمل له تصرفات تبين التناقض جوه نفس الجمله، ما يبقاش على فترات متباعده. لا انا استمتعت بصراحه جدا 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 بادهم النشواتي، استمتعت بالشغل مع فريق عمل كله، استمتعت بالشغل مع ايمي، استمتعت بالشغل مع استاذ ياسر زايد. واشتغلتوا سنه ونص، كنتوا بتصوروا مده سنه ونص. والاستوديو بقيتوا تقعدوا فيه اكتر من تقعدوا في البيت. قعدتوا في الاستوديو اكتر من البيت. قعدنا في الاستوديو اكتر من البيت فعلا. والسنه ونص كانت خارجه عن اراده الكل بصراحه، يعني ما هياش. ناس كتير لما تسمع سنه ونص تقول لك مشاكل انتاجيه، مشاكل في التمثيل خالص. المشاكل كانت ان احنا ابتدينا تصوير في شهر 11 2011، حصل بعديها على طول الاعلان الدستوري واحداث الامتحانات، اضطريت ان انت تقف. بعديها رجع تاني عدم استقرار في البلد واضطرابات، كل الاضطرابات بتحصل. احنا في ممثلات في كل عمل بنات، فطبعا بيبقى صعب ان انت تقول لهم انزلوا صوروا، خصوصا انت بتصور في بلاتوهات وفي اماكن بعيده شويه مش جوه البلد. فبقى الموضوع بيبقى في ايام كتير كان بيستحيل ان انت تصور. وبعدين رجعنا نصور، توقفنا 30/6. بعد 30/6 قعدنا فتره في حظر تجول، فبالتالي كان صعب انك تصور. فهي الظروف السياسيه اللي كانت بتحصل في البلد والاضطرابات هي اللي فرضت علينا طول المده اللي صورنا فيها 90 حلقه. الزملاء بقى، التعامل مع الزملاء، انا عارف انكم اصبحتوا اصدقاء جدا من طول. لا احنا بقينا عيله مش اصدقاء. احنا كنا مع بعض، يعني كنا بنقعد نتكلم مع بعض في مشاكلنا الشخصيه، كنا بنساعد بعض في مشاكلنا الشخصيه، كنا بنفطر مع بعض، نتغدى مع بعض، نتعشى مع بعض، بعد التصوير نخرج مع بعض، كل حاجه كنا بنعملها مع بعض. انا انت وحشاني. سلموا عندي بنات فاديك شفت، يعني كلنا اسره. بعد ما انتهى العمل كلنا بنتكلم بعض، بنروح لبعض البيت، بنخرج مع بعض، نسهر مع بعض. ده يمكن انا شايف بالنسبه لي انا اكبر نجاح في العمل، ان انت طلعت من العمل وبص بجد خارج العمل انتهت، زي ما بيقولوا انتهت المصلحه، انتهى الشغل. لا احنا مكملين زي ما احنا اخوات، زي ما احنا بنسمع بعض نتكلم بعض. شرفوني كلهم ان انا كان فرحي في شهر ابريل اللي فات، معظمهم جه اللي كان موجود في البلد اللي كان شغال تصوير. فالجو الاسره ده انا شايف ان ده احلى حاجه في العمل طبعا، بعد النجاح وحب الناس كلها لينا كلنا. في بنات كتير هتتصدم لما تعرف ان فرحك كان في شهر ابريل اللي فات. هم عارفين؟
يعني مش حاسس ان ده هيقلل من جماهيريتك او نجوميتك؟ الجماهيريه بص، حب الناس بيبقى بالشخص. حب الناس انا طول عمري بشوف كده وانا صغير، يعني مش بحب مثلا الفنانه دي عشان هي مش مرتبطه، انا مش هروح ارتبط بيها. هي حب الناس بتبقى في سنه غيره، في سنه كذا، لكن بالعكس انا لما الناس كلها عرفت ان انا اتجوزت شهر 4 اللي فات، كل الناس بالعكس بقت اي حد بيشوفني في اي حته بيبارك لي، اي حد بيدعي لي انه ربنا يتمم لي جواز على خير، ان ربنا يرزقني ذريه صالحه، وده بيوريك حب الناس وارتباطهم بيك كشخص. فدي طبعا دي حاجه بتسعدني جدا. حضرتك يعني بتشارك في مسلسل اريد رجلا ان شاء الله، هنبتدي تصوير الاسبوع ده ان شاء الله. عايزين نتعرف على ملامح شخصيتك. ملامح الشخصيه هو مش انا اللي شرطي، هو ضابط شرطه، وهم مجموعه، هم 3 اصدقاء، وكيل نيابه ومحامي وضابط شرطه، وفي بقى خطوط يعني في خط الدرامي بتاع كل شخصيه فيهم وعلاقتهم ببعض، وفي طبعا قضايا بيحتكوا بيها، فشغل حاجه ثانيه يعني شخصيه اتمنى ان شاء الله ان انا اوجدها، واتمنى ان هي تلاقي قبول عند الناس، والناس يعجبها اختياراتي ويعجبها شغلي دايما ان شاء الله. عاوزين نتعرف عليك اكتر، انت اساسا مونتير وازاي اتجهت للتمثيل؟ انا دراستي اصلا رحت فنادق ارشاد سياحي، واشتغلت موديل اعلانات في فتره من فترات ايام الكليه، واشتغلت مذيع في قناه متخصصه لمده سنه، وبعدين اتجهت للميديا، تخصصت في المونتاج. الحمد لله كان ليا نصيب ان انا اشتغل مع اسامي كبيره جدا في الاخراج وفي الانتاج، واشتغل على اعمال فيها ممثلين كبار جدا، وده فادني كممثل كتير جدا جدا. اشتغلت مع الاستاذ شريف عرفه، مع الاستاذ عمرو عرفه، مع الاستاذ منار حامد، الاستاذ احمد نجم جلال، احمد سيد الفرج، احمد الجندي، عثمان ابو لبن، لا ناس كتير، اتعلمت منهم كتير جدا جدا جدا. الحمد لله ربنا كرمني واشتغلت على اعمال، يعني كان ليا شغل في فيلم الحليم، كان ليا شغل في عمارة يعقوبيان، قمت بمونتاج انا واحمد حافظ، قمنا بمونتاج مسلسل مواطن اكس، قمت بمونتاج مسلسل مع سبق الاسرار لفنان غير عبد الرازق، يعني كان ليا نصيب الحمد لله كمونتير في اعمال ناجحه. واتجهت للتمثيل ازاي بقى؟ انا البدايه اصلا كان حب للتمثيل، يعني اول حاجه كان مسرح كليه، عملت مسرحيه على مسرح المناجم سنه 98 كان 97 كان اسمها حكايات 1882. ايه؟ حكايات 1882 كانت على مسرح المناجم، كان اخراج الاستاذ رجيع السيف. بعد كده كان ليا الشرف ان انا عملت دور في مسلسل وجه القمر فاتن حمامه، وبعدين عملت في نفس الفتره دي عملت فيلم روايه قصير في قناه متخصصه كان اخراج خالد الصاوي، كان اسمه الحب مسرحيه 3 فصول. ثم اتجهت للاعلان كمذيع، ثم للمونتاج، فاتخطفت بعيد عن التمثيل تماما، وكان يعني بيجيلي حاجات فرص متباعده، يعني ليه خلينا نحبك مع كريم عبد العزيز، صدر نشأ، احلام عمرنا وعثمان ابو لبن، كان بطولة مصطفى شعبان منى زكي، منى شلبي، رامز جلال، طلعت زين الله يرحمه، سامي يوسف الله يرحمها، رامز جلال كان فيها مجموعه من النجوم. وبعدين رجعت تاني في المونتاج، منتجت عمليات خاصه، منتجت الاعمال الثانيه، جيت في المواطن اكس كان اخراج عثمان ابو لبن ومحمد بكير، وده كان حاجه بالنسبه لي كانت ممتعه جدا، لان لما تعرف انك تعمل حاجه تبتدي ثقتك في موهبتك فيها تقل نوعا ما، بتقول ما انا لو كنت شاطر قوي كان جات لي فرص. مواطن اكس هو اللي احيا عندي ده كمثال، لاني فوجئت انه محمد بكير مرشحني في دور في المواطن اكس، وعثمان ابو لبن مرشحني في دور تاني في المواطن اكس، وقعدوا معايا هما الاثنين قالوا لي بص انا عايزك في الدور ده، وهو قال لي انا عايزك في الدور ده، اختار الدور اللي انت عايزه. فحسيت ان هو ايه ده، يعني مش دورين. فالحمد لله ربنا وفقني في ان انا منتجه، وفي نفس الوقت جات لي اول فرصه انا حسيت ان هي دور يديني مساحه اقول هل انا عندي موهبه ولا لا. كان مسلسل في الغمض تمام، اخراج استاذ سليم النقاش، كان بطوله انغام وغاليه البحيري، والحمد لله عملت في نفس الوقت مسلسل مع سبق الاسرار دور عبد الجوهر، اخراج محمد سامي وغير عبد الرازق ووليد المصري،
عليه صبر. والحمد لله نزل صف رمضان، الناس ابتدت تاخد بالها ايه ده، مين الممثل ده شاطر. وراها على طول نزل في يناير في غمضة عين قالوا لا ده ممثل كويس، ابتدى يجيلي عروض وادوار. الحمد لله ربنا وفقني، هبه الغراب خصوصا الوكيل خصوصا نقطه ضعف، ابتدت الاعمال والادوار تيجي، وابتدى الموضوع ان انت هتختار ايه وتقبل الناس للدور هيبقى عامل ازاي. والحمد لله يعني كان في قدر من النجاح في كل دور جينا اتعرض هبه الغراب، والحمد لله بشوف ان هو منعطف مهم جدا في شغلي كممثل. واتمنى ان شاء الله ان انا اكون عند قد مسؤوليه النجاح دي مع الناس، وان الاعمال اللي جايه تلاقي نفس النجاح كاعمال وكدور ليا، وربنا يوفقني ان شاء الله وسايبها على ربنا. كلمه لكل معجباتك. لكل المعجبات والمعجبين كل الناس، متشكر ليكم جدا 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 على اعجابكم بشغلي وبهنا بالخاص، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم، ويا رب دايما ربنا يوفقني واختار اعمال كويسه ويجي لي ادوار كويسه وانجح في تأديتها، وافضل دايما عند حسن ظنكم واقدم حاجات تعجبكم. متشكر جدا. الف شكر ونشكرك.